بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينك بالزمالك في كل مكان، عندنا أخبار وكواليس مهمة جدا جدا من داخل نادي الزمالك اللي تهمنا وتهم حضراتكم. ويلا بينا على التفاصيل اللي معانا في الفيديو ده، وهبدأ معاك من عند الجهاز الفني لنادي الزمالك اللي الحقيقة يعني في الموضوع اللي أنا هكلمك فيه ده يعني الحقيقة مش واضحة بشكل كامل لأي إعلامي يوتيوبر زملكاوي، أي حاجة مش واضحة بالنسبة لنا. ليه؟ لأن الجهاز الفني لنادي الزمالك بيرفض المجازفة بأحمد ربيع نجم البنك الأهلي السابق ولاعب النادي الزمالك الحالي للمباراة الثالثة على التوالي رغم تعافيه من الإصابة. كنا عارفين من بداية الدوري إن أحمد ربيع هيرجع في مباراة المقاولون العرب. عدت مباراة سيراميكا، رحت المقاولون، رحت مودرن سبورت، رحت بعدها فاركو، وأصلا اللاعب ما نزلش حتى الآن التدريبات الجماعية، ما نزلش حتى الان التدريبات الجماعيه. فانت هنا لازم توقف وتتحرى الموقف بشكل كامل. ليه يا باشا؟ لان انت كده اللاعب اكيد عنده اصابه مزمنه، لان انت طبعا خايف عليه الاصابه تتجدد له وهو اصلا معافى، فانت لازم تحاسب الناس اللي هي عملت لك او عملت للاعب الكشف الطبي عشان تعرف تقول للناس دي انتوا عملتوا كده ازاي، تحاسب الناس دي، تخصم منهم رواتب، او حتى مش تخصم منهم رواتب. يعني انت ما تعرفش حالة الناس المادية، ولكن لازم يعني تتحرى الموقف بشكل كامل، تتحرى الموقف بشكل كامل. خليني اكلمك برضو في حل ازمة الجزيري، وخلاص انتهت ازمة الجزيري مع نادي الزمالك. وكل الناس اللي بتقول ان الكابتن حسين لبيب تدخل في الازمة، لا يا باشا، كابتن حسين لبيب لم يتدخل لحل الأزمة، ولكن جون إدوارد المدير الرياضي في يعني مران اليوم اجتمع بيانيك فيريرا والكابتن عبد الناصر محمد مدير الكرة، وأكد للراجل يانيك فيريرا إنه أخطأ عندما صرح للإعلام بالموقف اللي حصل لسيف الدين الجزيري في التدريبات. ويعني يانيك فيريرا تفهم الأمر بشكل كامل، وجون إدوارد نبهه من التصريح، يعني من إنشاء تصريحات مشابهة لهذه مرة أخرى. يعني أنت ما تسلمش لعيبتك للاعلام، ما تسلمش لعيبتك للاعلام، لان الاعلام المصري بياخد اللقطة او بياخد الخبر وينشره في كل حتة، بتلقى اكتر من 2000 عنوان للخبر يعني. فده بالنسبة لحل ازمة الجزيري. خلينا نتكلم معاك بالنسبة ليه جلسة يانيك فيريرا واحمد فتوح وبنتايج. يعني خلاص الراجل اكد للعيبة انهم على مستوى عالي من الاداء الفني، واكد لهم انه واثق فيهم بشكل كامل، وعاوز الراجل يحقق منهم اكبر استفادة فنية ممكنة داخل ارضية الملعب خلال المباريات. وفتوح هيبدأ مباراة وادي دجلة المقبلة في الدوري يوم الاحد المقبل. كمان يعني محمود بنتايج هينزل كبديل زي ما حصل في المباراة اللي فاتت. خلينا اتكلم معاك برضو بالنسبة لأرض جديدة للزمالك. الزمالك قدم في الاجتماع اللي حصل اليوم على أرض جديدة في في التجمع الخامس، مساحتها 86,400 متر، وده لبناء الفرع الثالث لنادي الزمالك. وده الأمر ده تم إنشاؤه أو اقتراحه خلال اجتماع اليوم. وأزمة الأرض يعني الموضوع ده والاقتراح ده والسجستس ده ملهوش علاقة بأزمة أرض أكتوبر. خليني أقول لك كمان إن الوزير موافق على هذه الفكرة، ويعني عنده فرح شديد بالفكرة دي، إن الزمالك يعني عاوز يطور من الفروع اللي عنده. على ذكر أزمة أرض أكتوبر، خليني أقول لك انفراجة في أزمة أرض أكتوبر والزمالك. اليوم زي ما قلت لك في الخبر اللي السابق ان كانت في جلسة ما بين وفد نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مع المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان. طبعا الوزير اكد للناس في الزمالك ان الدولة يعني بتدعم الزمالك بشكل قوي. كمان الوزير يعني اكد لهم انه متفهم الاجراءات اللي المجلس الحالي اتخذها من ساعة ما تولى الادارة عشان يعني يحل ازمات نادي الزمالك. كمان الوزير تأكد يعني تعهد للناس انه هيقدم ملف كامل بشأن ازمة ارض اكتوبر، وهيرفع مذكرة عاجلة الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لبحث الموقف ولحل ازمة الزمالك. كده خلاص تدخل اكتر من رجل اعمال كبير في الدولة، ده بيعيد الثقة لنادي الزمالك ولجمهوره في عودة ارض اكتوبر. خلاص يعني الحلم تقدر تقول عليه باقي عليه تكة كده، تكة كده والحلم يرجع. الحلم اللي هو الزملكاوي الكبير اللي يعني لو اتحقق خلاص فانت هتروح لحتة تانية، نقلة تانية. ارض اكتوبر دي حلم، ويعني حلم صعب، بس مفيش صعب ان شاء الله وكله هيتحقق.
فده بالنسبة لأزمة أرض أكتوبر واللي آخر التطورات والانفراج اللي فيها. أتمنى كده في النهاية انضمامكم واشتراككم لعائلتنا الصغيرة. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.